Число религиозных объектов Чеченской Республики уже скоро станет больше. Во время своей инспекции в школе хафизов Рамзан Кадыров делится планами будущего строительства. Школа имени матери шейха Эвлия Кунта Хаджи Кишиева Хеди Кишиевой – третье учебное заведение в Чеченской Республике по подготовке хафизов. Условия религиозных учреждений образования контролирует лично глава республики. Во всех 3 школах хафизов Рамзан Кадыров – частый гость. Он интересуется успехом каждого ученика. Здесь священному писанию обучаются порядка 100 детей. وعليكم السلام. كيف حالك؟ حال المتعة وين السلام عليكم. هذا مقدار شو بدي اسمع شو استوى شو عليني سيدا ها اسمي نصر ده كده مو شو اديك عامش بيقولوا شو شابك بيدك عامش مرتين دون مرتين هند وهودي ده حاجه دون فوتبولوز بس بعد كمان خوش تقع حجريه دون شكوليه ودا فوتبولوز شو ودا كيتش ديشه السلام عليكم يا ده متقوا ودا عامل شو قران ها قران عامل شو هو عامل اول ديش قران ديش بسم الله ديش يا ديش اوه بديك بسم الله بعد بسم الله خاجن. Выучить Коран наизусть не каждому под силу. В священной книге мусульман 114 сур. Коран содержит примерно 77 934 слова. Всего срок обучения здесь составляет 3 года. سلامون کوز بچواه شد هورا نداشتن. احیز دان رزمیش یادان فوتبال نیت اقا بکسورسکی برتسوسکی اقا ویس پرتی نی فرنوشین شو رزمیر حیات ویش علی شو دان اقا وسر دوان شیرو دان اون عندك حدوش مول خز حقوق واحد وميل ديكت بوكسر ميل ديكت فوتبال ديك ميل لوز بوشه وسر دوان شیرو 12 چردان چون پداک شیرو 12 چرناییرو. Рамзан Кадыров не раз подчеркивал, что именно от будущих хафизов во многом зависит благополучие всего народа, поэтому они должны стремиться к знаниям, чтобы завтра распространять истинный ислам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ясин. Вал-Кур'анил хаким. Иннака ламинал мурсалин. Аля сиратин мустаким. حاول شيء من يجي عامل فرد عبد السلام ساعات ولا شاسون دوش ده صدان دوش شيخ خذ ولا عامل دوش هذا تنكوت من حاجون حدي ضحيه ديز دول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور. В теплой дружеской беседе с учениками Рамзан Кадыров говорит напутственные слова и рассказывает, насколько велика миссия хафиза и какое за это будет воздаяние. بصوا ما ديكم يقول عنيها دانا يلص ما تجي شو حنفيزك حدان وشك يلص ما تجي شو حب عندوش حدانا حدان زين حون يعني او غيرش حون يوم يو غيرش حكبدوش حنان دان حب عندوش يمكن تاخر كبرت دان كرونات اللي دان وكر اللي واخر عيد داس دان
دنيا شو عم يخلد دي أداء ما إيه هذا كلام دوي دان دنيا تعوديز دان مسألة دان ديك عموديز هنز دانه وطعم بتشع دان مسيح دان كونكورسي سلم ما نشي دوي داك يخينا داك ويدان ديك دان ششلك ياش دان عندك وش متي واقع جن دان كونكورس يوم شكل عن قولاتي دوي دان أستابين ماسكلين يوتشسلك لوتش أرا ها ديك هذي السيرة زبوا خدمة خيس خدمة كيتشين ويدان ذا كان ذا يودري وكذا سندي لانا هنس دان دا عديد روح حجاش كذا دانا ايش دان كونكورس مول آخری عديد سرير نوانش مول آخری عديد كذا وران عامش هاد دان بوساب تك أول الملو بعد نتس بيج أخش بيج ما يدن قول تبو يلتل دان إير السولا دان سندي ويدانا عندي خلاد ديش دو ميد خلاد ديش دو خزغل ديش دو توشل ديش دو متشينا بوصل دين يوش راحتنا ديش شو موكلر بقاملر ده وران حال هذا يا اخي ويدان الله اكبر دان ما خز تعبير بو دام شو عام اشكنش عامر بو اشكنش عامر بو نوخ شو ايت بريتش ده لشاوير دي دان وران خو دام لا شو دوش حاضر شو بيرك ديمون دان يلا تحبع حي خلو شو دلج اش تشك عاميش عندنا تشك عين وران سيك اش عاميش عندنا لا مو لا يا عشان لوش دي شمو حتى أول شيء عهودي لوش دي روحه عول ياخذ بيس ياخذ عول ياخذ بيس ياخذ تع عاد الدنيا دوش إيه خد دوش تعدول أهين قرآن عامش دان دنيا خل إيه خد خل دنيا شاح قرآن ليرن بيش دان قرآن دان دالر ديش مو دالر بيش مو سووش هنا دك دوخ دان هين شو تعاق عادوش مليكش دو أخ شو جوخس إيش كير دوخ دالوخ دادول الله أكبر الله أكبر الله أكبر يو شوات أيوة خمش بوتسيش ماتش بكسر نكانش كلش مؤسسة ما يعرفون ما قدري فاين ده شيء يقولش ده نرمى لا تعالج سوى واحد ولا شيء ده вообще это бокс это красиво. Грозненская школа хафизов, возведенная на правом берегу Сунжи, расположена недалеко от центральной мечети имени Ахмада Хаджи Кадырова. Глава республики вспоминает, какой была эта территория раньше. В комплекс входит учебный корпус, общежитие, спортивный зал, мечеть и футбольное поле. Глава республики осматривает здание и рассказывает о духовном подъеме, который мусульманин испытывает в таких местах, как школа хафизов и зиярты Эвлия. Здесь же Рамзан Кадыров дает поручение руководителю администрации главы и правительства Магомеду Даудову. На территории Грозненской школы хафизов созданы все условия для занятия спортом. Скоро здесь появится и бассейн. Физическая разгрузка необходима для занимающихся изучением Корана, отметил Кадыров. Завершая свой визит в Грозненскую школу хафизов, Рамзан Кадыров обращается к преподавательскому составу и отмечает, что не должно быть отстающих от обучения детей. Надо сделать так, чтобы все учащиеся изучали священное писание одинаково хорошо. Зураб Центроев, Ислам Магомадов при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.